الحقيقة يا عمي مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. نخش في الموضوع على طول. النهارده هعمل مكرونه بتونه. الوصفه دي اول مره اسمع عنها كان من 17 سنه. ساعتها ما كنتش متقبله فكره ان التونه اللي انا باكلها بالعيش دي هتتحط على مكرونه، بس لما جربتها وعجبتني وعدلت فيها شويه حاجات تقريبا ما بيعديش عليا اسبوع الا ولازم اعملها. معايا كده فلفل رومي حوالي 100 جرام، ولو عايزين تزودوا عليه فلفل حامي ممكن. وعندي زيتون اخضر شرايح حوالي 150 جرام، ولو استبدلته بزيتون اسود ينفع، ولو حطيته الاتنين ينفع برضو. معايا حلة كده على النار وفيها ملح، حطيت فيها المكرونة. اول ما المية غليت حطيت فيها المكرونة وسبتها 10 دقايق. عدى هي ال10 دقايق، اخدها واصفيها وارجعها الحلة تاني. عندي كده في طاسة احط زيت، والافضل تحطوا زيت عادي يعني مش من التونة. هو الزيت ده للحفظ، بس ينفع برضو ناكله عادي، بس هو بيبقى جودته اقل وبيبقى فيه دهون مشبعة، فالافضل ان انتوا تصفوه في الحوض وتحطوا زيت عادي. هحط كده الزيتون والفلفل. والوصفة الاصلية على فكرة الزيتون والفلفل بيبقوا نيين، بس انا لما دقتها قلت يعني لو اتحطوا على النار كده في الزيت هيبقوا احلى. وبعد كده هحط التونة، واول ما احط التونة هطفي النار على طول وابدأ افتفتها. وهلا بتقول بسم الله يا كريم وبتبلش تملح، مو مشان شي، مشان صحتك. بعد ما الشيف الشامي جه حطلنا الملح كده هنحط الفلفل الاسود وهنقلب. والوصفة دي مش هتحتاج مني اكتر من ملح وفلفل. هنزل كده باللي في الطاسة على الحلة وهقلب. اخر حاجة هحطها البقدونس، والبقدونس ده هيتحط قبل الغرف على طول، مش هينفع احط البقدونس كده واقلب واسيبه، لان الوصفة مليانة زيت والبقدونس بيشرب الزيت. حتى في مطاعم المشويات بيفرشوا فرشة بقدونس كده تحت المشويات تشرب الزيت كله. وطبعا منضفاه كويس وغسلاه ونقعاه في الخل 10 دقايق. النقع في الخل يا جماعة مهم جدا في اي خضرة. ليه بقى؟ اولا بتدوب الطينة، ثانيا بتقلل بواقي المبيدات اللي بتبقى موجودة على السطح الخارجي للخضرة. ده غير ان الخل ليه خصائص مضادة للبكتيريا. الخل بقى اللي هيتحط على المية مقداره قد ايه؟ هو اللتر عليه معلقة او معلقتين بس، وبتسيبيه 10 دقايق. الوصفة دي على فكرة سريعة جدا، ما بتاخدش مني نص ساعة، مع العلم ان انا اصلا بطيئة جدا جدا عشان بعمل كل حاجة بدقة. حتى التقطيع يعني بحب كل حاجة بقطعها بتبقى قد بعضها، والدقة دي طبعا بتاخد من سرعتي. وغرفت وزودت فلفل اسود على الوش وبس كده.